الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي وعلى رأسهم اتحاد أمريكا الشمالية بيقرروا مقاطعة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بجميع منتخباتهم. نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقدم استقالته اعتراضا على القرارات الخاطئة اللي بياخدها انفانتينو ضد مصلحة الكرة العالمية، وانفانتينو بيتوسل لترامب ان هو يبقى في منصبه. فايه يا ابو الكباتن اللي حصل وخلى الدنيا كلها تتقلب على انفانتينو؟ وايه اللي انفانتينو تحديدا عمله في حياته علشان الدنيا كلها تتقلب عليه؟ كل ده يا ابو الكباتن هنعرفه مع بعضنا، بس بعد ما تروق دنيتك وتريح في قعدتك وتشرب قهوتك. والاهم من كل ده انك تصلي على النبي. اولا يا ابو الكباتن، من حوالي 3 ايام تقريبا جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر ان هو يبيع حصة من الفيفا بنسبة 20% لمستثمرين وشركة استثمار خاصة. الموضوع ده يا ابو الكباتن قلب عليه الدنيا فوقاني تحتاني، وخاصة لو تعرف يا ابو الكباتن مين اللي كان او مين صاحب الشركة الخاصة الاستثمارية اللي كان عايز يستحوذ على نسبة 20% من الفيفا، هتضرب كف على كف يا ابو الكباتن، وهو صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب. يعني يا ابو الكباتن هي شركة استثمارية خاصة لقرايب دونالد ترامب. دي المشكله يا ابو الكباتن، وخاصه ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم، الاتحاد الاسيوي لكره القدم، اتحاد امريكا الشماليه لكره القدم، كلهم ابدوا اعتراضاتهم العنيفه جدا، وطلعوا بيانات عن طريق مواقعهم الاخباريه بيدينوا فيه الحركه اللي جياني انفانتينو بيحاول يعملها، واتهموه كمان بان هو بيحاول يهدم الكوره وجمال الكوره، وهيحول اللعبه دي للعبه استثماريه تضر اموال من الدرجه الاولى. لدرجه يا ابو الكباتن ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليويفا وعلى راسه اتحاد امريكا الشماليه والاتحاد الاسيوي اعلنوا رفض منتخباتهم او عدم مشاركه منتخباتهم تماما في اي بطوله تقع تحت طائله الاتحاد الدولي الفيفا لكره القدم. اعلنوا بشكل رسمي الكلام ده يا ابو الكباتن، والدنيا اتقلبت عليهم، لدرجه كمان ان نائب رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قدم استقالته اعتراضا على هذه المقترحات التافهه اللي مفيش مصلحه من وراها غير ان هي بتخدم ناس تانية، ناس تبع شركات خاصه كل همهم جمع الدولارات وجمع الاموال من الجمهور باي طريقه كانت. بالمناسبه يا ابو الكباتن، نسيت اقول لحضرتك كده تفصيله صغيره، ان الاتحاد الافريقي لكره القدم هو الاتحاد الوحيد اللي وافق على مقترح جياني انفانتينو وكان بيدعمه بكل قوه، نظرا يا ابو الكباتن او على الجانب الاخر لما نبص لباقي الاتحادات كلها يا ابو الكباتن بتبص لمصلحه المواطنين، بتبص لمصلحه لعبه كره القدم، بتبص لمصلحه المتفرجين يا ابو الكباتن. امبارح بس يا ابو الكباتن صرح جياني انفانتينو في مقال طويل عريض بحجه قال ايه؟ ان القرار اللي كان هياخده ده كان بيخدم كره القدم، واخد لي بالك يا ابو الكباتن، وان هو مش هيقدر ياخد قرار زي ده الا بموافقه الاغلبيه من اعضاء جميع اتحادات العالم. ولكن يا ابو الكباتن لما جياني انفانتينو حس ان هي دي الاشياء اللي هتقطم ظهر البعير وهي دي اللي هتشيله من منصبه، والدليل على كده يا ابو الكباتن ان في اتحادات معينه بعينها اعلنت رسميا عدم تجديد الثقه في جياني انفانتينو كرئيس للاتحاد الدولي. وامبارح بس يا ابو الكباتن الاتحاد الويلزي لكره القدم اعلن رسميا في بيان رسمي عدم تجديد الثقه في جياني انفانتينو. وعلى هذا الغرار النهارده الاتحاد الانجليزي لكره القدم اعلنها رسميا وبالفم المليان ان هو مش هيدعم جياني انفانتينو تاني، وبيسحب منه الثقه رسميا في عدم ترشحه مره تانيه لرئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم. وفي تقارير مهمه جدا يا ابو الكباتن طلعت وقالت وعن صحف عالميه ان جياني انفانتينو عمل اتصال هاتفي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب بيترجاه وبيتوسل ليه ان هو يفضل في منصبه، ان هو يثبته في منصبه. فتقريبا يا ابو الكباتن احنا خلاص داخلين على السكه اللي هي فيها لخفيها، اللي هو لا انا هفضل في منصبي بالعافيه بالواسطه بالمال باي حاجه. هو جياني انفانتينو عايز يفضل في منصبه. فيا ريت يا ابو الكباتن خلي بالك لو ما انتش عامل متابعه لصفحتنا فانت كده فايتك كتير قوي. فبعد اذنك يا ابو الكباتن يا ريت تعمل لنا متابعه واللايك الجميل بتاعك وتسيب لنا رايك في التعليقات. هل فعلا جياني انفانتينو هيستمر لفتره رئاسه جديده، ولا هو ده نهايه المطاف لجياني انفانتينو ويكون الموقف اللي عمله ده هي القشايه اللي قطمت ظهر البعير؟ يا ريت يا ابو الكباتن تسيب لنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم.